اهلا بيكم في حلقه جديده من The Story of You. زي ما اتعودنا دايما بيكون معانا قصص نجاح مختلفه من مجالات مختلفه. دايما بتكونوا متعودين مني ان انا بديكوا هنت سريع عن قصه النجاح اللي معانا، بس النهارده اعتقد ان اسم البراند مش محتاج حتى ان انا اقول عليه اي هنت ولا اي انترو. النهارده هنتكلم على قصه نجاح نولا مع عادل صدقي كو-فاوندر اوف نولا. نورنا عادل. ثانك يو جدا والله، يعني ميرسي جدا انتوا جايبيني معاكم النهارده عشان احكي لكم على قصصنا وازاي قصه نولا حصلت لا انا عندي وكده. اسئله كتير جدا، يلا. يعني استنى بقى، احنا الموضوع بص انا حطيت لي ورقه على جنب حلو جدا. وهنتكلم مع بعض بقى. انا عايزه اوكي. اعرف نولا من اول ما ابتدى. انا كنت واحده من الناس اللي يعني كنت شاهده على بدايه نولا، اوكي. وفاكره اول محل كان موجود في الزمالك، فاكره صح. كويس قوي. والقصه ابتدت الجيرني، يعني ما تضحكش عليا، بس هي الجيرني ابتدت من كاب كيكس اللي احنا داخلين دلوقتي في حلاوه المولد. مظبوط. عدينا بقى بكحك وعدينا بكيكس وعدينا بقى بديزرتس عامه، اها. واصلين دلوقتي لحلاوه المولد. اكزاكتلي ايه اللي مظبوط. حصل؟ ما بصي، عشان المرحله نوصل للمرحله اللي احنا كنا فيها، يعني القصه ابتدت انا وليلى مشروع صغير، كنا 10 انفار في المشروع كله على بعضه، في كيتشن 25 متر. النهارده الحمد لله احنا حوالي 400 موظف، عندنا 25 فرع على الجمهوريه كلها. وعشان نقدر نوصل المرحله دي، ان احنا لو كنا فضلنا في الكومفورت زون بتاعنا او شايفين ونفضل فيري فوكسد على الحته بتاعت بس الكب كيكس، ما كناش هنعرف نكبر ونتوسع ونوصل للمرحله اللي احنا فيها النهارده. فكان لازم ان احنا ندخل منتجات جديده عشان نقدر نخش اسواق جديده ونقدر نكبر ونتوسع. ودي من الحاجات برضو اللي فرقت معانا جامد جدا، ان انت لازم تتاقلم للسوق ولازم تادابت ولازم تغير. طيب يعني بص، انت كده انت يعني وسكيبت بارت a very important one actually. ابتدت منين الفكره؟ يعني انت وليلى اختك صح. جات لكم الفكره عاده اللي بيعمل اي بروجكت ليه علاقه باكل بيبقى هو الباشن بتاعه الاكل، بيبقى بيعرف يعمل اكل. احنا الفاشن بتاعنا ان احنا بنحب ناكل، بنحب يعني ناكل. بنعشق الاكل. يعني دايما كنا انا وليلى عايشين في كندا، وكنا دايما اي حاجه جديده بتفتح بنروح نجربها، المطاعم الجديده وكده. كنا في جامعه بره من 2006 ل 2010، وهناك في كندا وفي امريكا وكده كان في بقى وقتها الكب كيك كريز بقى طالع بشكل رهيب. مم. وكنا دايما بقى بنروح نجرب حاجات جديده ومش عارف ايه، وانا عندي سويت توث مرعبه، فدايما احب اجرب الحلويات واجرب الحاجات الجديده دي. وليلى كانت خلصت سنه قبليه، فكانت نزلت مصر وشافت بقى السوق وعملت ريسيرش رهيب، وقالت لا انا عايزه اعمل حاجه في الاكل. وساعتها كان في حته بقى الوافلز وكرابس والحاجات دي كانت طالعه، والناس كانت واقفه عليها طوابير. فلقت طب واي نوت، قالت ان سوق الكب كيكس ده فيه مساحه ان احنا ممكن بتاع. لقيت ليلى بعتها لي مسج وانا كنت في كندا، قالت لي عادل we're going to start a cupcake business. قلت لها يلا. فابتدينا نعمل الدراسات وابتدينا نعمل الحاجات دي and this is how بقى the story became، اللي هو فتحنا اول محل كب كيكس في مصر. بس لغايه ما وصلتوا لليوم اللي فتحتوا فيه اول محل كاب كيكس في مصر، اكيد كان في تشالنجز، كان في question marks كتير جدا، مش عارفين تبتدوها ازاي، او النو هاو سبيشالي ان انت بتقولي احنا بنحب الاكل مظبوط. بس ما عندناش، مش ما بنعرفش نعمل اكل. يعني فكره ان انت تقيم زي ما بنقول الاند برودكت في الاخر او الكب كيك في الاخر مش سهله، لازم تبقى عديت بستيجز كتير وجربت حاجات كتير وزي ما قلت لك كان في question marks. ديفنتلي الصراحه، بس دي الحته اللي انت بتحاولي تاخدي ريسك، بس بيبقى اسمها كالكوليتد ريسك. بتشوفي ايه مش اللي هو خلاص انا هفتح مشروع والدنيا هتمشي وكذا، بس بتحسبي اللي هو انت المشروع ده هيكلفك قد ايه، ايه الاكسبكتيشنز بتاعتك، ايه الفوركاست اللي عندك، علشان في الاخر الموضوع ده يطلع ناجح يعني things work out. بصي طبعا it was a huge challenge ان احنا جايين نفتح حاجه اساسا الناس خايفين، الناس ما بقاش عندها any sort of ثقافه ليها وات از ا كب كيك. فاهم انا قصدي؟ اللي هو هل دي هتمشي هل مش هتمشي، مرعوبين برضو من القصه دي. وفاكر ليلى كانت هنا قبليه، وهي كانت هي اللي
كانت واخده بالها من الحته دي كويس جدا. كانت بتنزل وبتروح شارع بورسعيد وتروح ما اعرفش ايه، وتخش بقى وسط البلد وضرب البرابره والحته دي كلها، وتاخد اسعار من تجار وتشوف الكلام ده كله. وفاكر كويس جدا من مره من القصص كانوا راحت كارفور عشان بتشوف اسعار البيض والدقيق ومش عارف ايه، واتخانقوا معاها ان هم افتكروها واحده من الضرايب ولا حاجه كده. فديفنتلي بيبقى عندك concern whether ده هيشتغل whether it's not. والانفورميشن حتى وقتها في 2010 ما كانش accessible زي النهارده. طبعا يعني حته الانتربرنور شيب وان انت تفتحي مشروع بنفسك، وبالذات حتى ليلى اللي كانت بتعمل كل حاجه في الاول باي herself، ان انا كنت في كندا. فتشالنج جدا ان هم شايفين بنت ورايحه وواقفه وبتسال ومش مقتنعين دي هتعمل حاجه والقصه دي مش هتكمل والحاجات دي كلها. فكل الحاجات دي كانت تشالنجز ان هي تثبت للناس لا ده مشروع انا هعمله واخداه حاجه فيري سيريس وان هو هينجح والكلام ده كله. والحمد لله اتوفقنا بتيم كويس، تيم كان صغير جدا، والديديكيشن اللي كان محطوط والباشن اللي كان محطوط في المشروع ان لازم العوامل كلها are working together ان هي الحمد طبعا. لله تنجح. فdefinitely it was a challenge. وبعدين الحمد لله it came to life بصراحة يعني. طيب فاكر بقى يعني بعد خلاص احنا نولة الحمد لله المحل اتفتح، فاكر اكتر كب كيك انت كنت بتحبها وقتها ايه؟ surprisingly الابل سينامون. كان عندنا حاجه اسمها الابل سينامون، دي كانت لا انا عايز اخش بس طبعا هي اشهر واحده الناس كلها طبعا بتموت فيها، وطبعا دي اللي شهرتنا جامد جدا الريد فيلفت. كنت لسه هسألك بقى اول ناس دخلت الريد فيلفت مصر كانت نولا. صح. فكره ان انتوا تعملوا حاجات جديده دي اوت اوف ذا بوكس غير اللي احنا متعودين عليها دي كانت برضو ريسكي. مظبوط. واتجات الناس تقبلت الموضوع جدا. الناس كانت متحمسه عليها جدا، والحمد لله من اكتر الحاجات اللي شهرتنا، من اكتر الحاجات اللي نجحت البراند. وكانت الريد فيلفت كاب كيك دي سبيسيفيك، يعني لما حد بيقول ريد فيلفت they automatically related لنولا. دي حقيقه. طيب هنكمل بقى الجيرني. ما شاء الله دلوقتي بنتكلم ان نولا بقى ديزرتس، يعني خلاص ما بقيش ودي من الحاجات برضو اللي كنت عايز اقول لك كتشالنجز. هو تشالنج طبعا ان انت تبتدي المشروع بتاعك، بس التشالنج الاكبر ان هو ازاي تقدري المشروع بتاعك ده يفضل مكمل. ما النهارده اي حد فينا انت اكيد هتروحي تعملي كاب كيك بسهوله جدا طبعا. هتعملي كيكه، بس في فاكتورز كتيره جدا هي اللي بتساعدك عشان تنجحي وان انت تكبري وان انت تبقي شايفه نفسك ان انت تبقي جلوبالي ريكوجنايزد براند. من اول البراندنج اللي انت بتخلقيه، من السوشيال ميديا اللي بتخلقيه، اللي انت يو جيف باك تو الكوميونتي بتاعك. دايما لازم تبقي حاطه ان انا ازاي ممكن اساعد الكوميونتي بتاعي ان هو يستفيد مني، وان هو ان يحصل ريبل افكت والناس تطبق اللي انت بتعمليه. ودايما طبعا ان انت يو انوفيت زي ما انت قلتي في الاول. احنا ابتدينا ككاب كيكس، وان احنا من التشالنجز اللي واجهناها ان احنا عايزين نغير فكر الناس ان احنا ما بقيناش بس كاب كيكس. النهارده بقينا بنقدم تورت، بنقدم حوادق، بنقدم في رمضان احنا موجودين معاكم حوادق. دي نقطه مهمه كمان قوي. اكزاكتلي انتروديوسينج ات، وبنحاول نعرف الناس ان احنا عندنا الحاجات دي كلها. وزي ما بقول لك لغايه النهارده الحمد لله المولد عندنا، والنهارده بلايز ا هيوج رول في نولا، ومن الحاجات اللي الحمد لله موصلنا في المرحله اللي احنا فيها دلوقتي الحمد لله. طب رمضان بقى، رمضان ريسنتلي بقينا بنسمع وبنشوف اختراعات. يعني احنا كنا اخرنا وقفنا عند الكنافه بالمانجا. لا كنافه بالمانجا دلوقتي بقت هي الحاجه الكلاسيك دلوقتي، الكونسرفتيف المحترمه بالظبط كده كويسه. النهارده عندك عندك قوي. المدلعه، وعندك قدره قادر، وعندك قطايف بان كيكس، ما تضحكش عليا وعندك بقى كل الحاجات دي. استنى نولا اخترعت ايه؟ والناس تبقى عايزه تعرف الاسامي دي جت منين بيحصل ازاي. زي ما انت قلتي دلوقتي ريد فيلفت شدت الناس بالاسم المختلف. دي الطريقه اللي برضو بتخلق كيوريوسيتي للناس ان هي حابه تروح تجربها. وفي نفس الوقت على قد ما هي بتبقى حاجه كيوريوسيتي، بس لازم المنتج نفسه يبقى كويس والناس تحبه علشان يقدر يستمر والناس تقدر تاخده تاني وتالت ورابع. فالسنه اللي فاتت عملنا برضو من الاختراعات اللي عملناها سمبوسك بالكادبري، وعملت ناس كتيره جدا كانت مستغربه جدا ايه سمبوسك بالكادبري، والناس كانت حلوه وناس بيقعدوا يتريقوا ويعملوا كده، بس كل الببليستي دي بتخلق باز عليها والناس تبقى عايزه تجربها. وفي الاخر الناس بقت النهارده بتتنافس مين داخل باكتر ديزرت انوفيتيف. وده اللي احنا بيبقى تشالنج بالنسبه لنا. انت سنه عن سنه انت لازم تعلي على السنه اللي قبليها وتعلي على وبتاع، والمنافسه النهارده بقت قويه جدا طبعا. بس المنافسه دي برضو بتبقى حاجه كويسه، ان بتضطري ان انت تحسني من نفسك وان انت تطوري من نفسك وتشتغلي على نفسك. فدايما بقول competition is very healthy. انك بتضطري برضو في الاخر الكونسيومر هو اللي بيستفيد، ان انت بتضطري زي ما قلت بتحسني من نفسك وتشتغلي وتقدمي حاجه كويسه جدا. كان يعني قدره قادر. قدرة قادر دي هي اسم جه منين اصلا؟ هي يعني اكنها بقدرة قادر ان هو زي جوت
يعني ممكن يعني الصراحه انا يعني المفروض الصراحه القعده دي تبقى نولا ونعمل حركات، لا هو المفروض هنخلص القصه دي وفي رشه نولا مرعبه احنا هتيجي مستنيين دلوقتي. وهرجع اقول لهم على يس، فكره. لا لا ما تلاقوش خالص يعني. بس قدرة قادر دي اكنها زي كريم كراميل او الفلان بيتحط وبعدين بتحطوا العجينه بتاعه الكيك، بس هي بقدرة قادر عجينه الكيك ما بتخشش في العجين، فبتبقى كأنها حتة الكريم كراميل وتحتيها الكيك من تحت، بس فدي الموضوع كبر بقدرة مننا قادر. بقى قدره قادر. بالظبط كده. اوكي يعني طيب بما ان احنا بنتكلم في رمضان بقى اه وكومبيتيشن، امم اخترعتوا حاجه ولا لسه؟ رمضان قرب باي ذا واي. ما اقدرش اقول لكم، نفسي اقول بس ما اقدرش، بس طب اوعدك في او ان ما فيش؟ في طبعا، في اخترعنا الاسم ولا لسه؟ شغالين عليه. يبقى اخترعنا الاسم خلاص، يعني في حاجه جديده. في حاجة جديدة وعايز اقول لكم لا هتتحمسوا عليها جدا جدا، وفي البروسيس بتاع ده عاملين حاجة مختلفة كده، ممكن نديكوا شوية انسايت عليها at the time لو حابين. عاملين مفاجأة كده هوت في شهر 11 we could كده include you فيها شهر 11 اه مش عايز تدينا اي هنت؟ مش عايز ما مش تغششنا اي ما حاجه اقدرش، نفسي بس ما اقدرش. يعني؟ لا يعني التيم هيزعل جدا مني الصراحة. هنقول له غصب عننا، بس انا مش هضغط عليك اوكي anyway. يعني خلاص انا مش هضغط عليك عشان في المفروض ان في نولا، فانا لو ما فيش بالظبط. نولا لا هضغط لا 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 عليك. لا هتشوفوا حاجة، لا هتتبسطوا. طيب عدينا التشالنج بتاع رمضان، واحنا عادة شعب بيحتفل بالاكل في كل مناسباته، كل مناسبة عندنا فيها اكل وفيها حلو، مش وحتى لو هنتكلم سيفري او سويتس او ديزرتس، عندنا كل الحاجات دي. احنا شعب بيحب الاكل قوي وذواق قوي، ففكرة ان انت تنجح مشروع متعلق بالاكل عندنا في مصر مش سهل خالص. صح. احنا اتكلمنا في فكرة الكومبيتيشن، اتكلمنا في فكرة consistency، بس definitely بعد ما ابتدينا وخلاص فتحنا اول محل لنولا، في challenges اكيد واجهتكم برضو. بصي بالذات اليومين دول بالتضخم اللي حاصل، بالاسعار اللي بتحصل دي، بالكلام ده كله it is a huge challenge ان انت برضو في الاول وفي الاخر مش عايزه you don't want to compromise الكواليتي بتاعك، ان النهارده الزبون بقى متعود عليكي على حاجه، عنده expectations منك، خلاص انت you've set the bar، فلازم بتحاولي ان انت توفقي كل حاجه مع بعض، وبالذات في البرايس بوينت ده حاجه مهمه جدا. النهارده احنا بناخد بالنا منها ان احنا بنضطر نيجي على نفسنا في الاخر في المارجنز بتاعتنا في الحاجات دي، علشان تقدري تحافظي على اللي انت بقالك 10 ولا 13 سنه النهارده بتبني فيه. اند بتلاقي حلول بشكل مختلف بطريقه مختلفه، علشان ما تجيش على الكواليتي بتاعك، وما تجيش على الكاستمرز في الاخر. فاهمه انا قصدي ايه؟ تو سرفايف بيسكلي النهارده. وشايفين ان الفتره دي اللي هيعرف يعدي منها هم دول اللي هيكملوا الصراحه، بيكوز هي فتره صعبه، وصعبه على كل حد، ومش بس هنا، مش بس في مصر، اتس اول اوفر بصراحه، حاجه جلوبالي، وكل العالم بيواجه المشاكل دي. فبنقول فعلا كل حد يستحمل يعدي الفتره دي، واللي هيعديها هو اللي هينجح وهيكمل. طيب انت بقى عادل personally ايه اكتر ديزرت بتحبه في نولا؟ اكتر ديزرت بحبه في نولا تريكي. عندي 2 حاليا منزلين حاجه اسمها تريس تيتشز بالمانجا، فظيعه رهيبة. بصراحه رهيبه يعني. وحاجه كلاسيك وقديمه، ودي برضو من الحاجات اللي فرقت معانا، الفولكانو كيك، مش عارف اللي لو ما عارفها ولا لا. جربتهاش دي. دي فظيعه. لا لا I دي missed فظيعه، this. دي بتخش الميكروويف 4 دقايق، بتطلع تقطعيها بصي المفرش هيروح في داهيه، عشان بس نصيحه، السفره ممكن مفرش بس وكل حاجه والله. يعني، ناس كتير مش عايز اقول لك يعني هتعمل لك مشاكل، بس هي رهيبه. اه لا هي رهيبة فعلا. طب اه ليلى ايه اكتر ديزرت بتحبه؟ ليلى اكتر ديزرت بتحبه عند الكيندر بوينو. عندنا كيندر بوينو دي شوكليت كيك، برضو بتقطعيها ببلجن شوكليت من بره، برضو شوكليت سايحه من جوه، مرعبه، بتعشقها، وعاملين منها احجام صغيره، ان النهارده الناس ما بقتش قادره على الاحجام الكبيره وكده، فبقينا صحيح. بنعمل سايزز مختلفه جدا، فدي بتبقى هير فيفورت الصراحه. فانا حاسه ان انا هنزل اجرب كل يعني الحاجات انا دي، شايف كده يعني الصراحه حاسه يعني حاسه كده. اه بص هغير الموضوع عشان حاسه ان دخلنا في لا لا مرحله زي بس الخطر، هغير كده. الموضوع. قولي طيب عادل ايه الاكسبانشن بلان لنولا؟ يعني ناويين تعملوا ايه اللي جاي؟ الاكسبانشن بلان بتاعنا دايما ان احنا ازاي نقدر نديفلوب المنتجات بتاعتنا، زي ما اقول لكم كل ما بنطور في منتجات بنخاطب اسواق جديده، بنطور بنقدر نكبر، فده المين فوكس بتاعنا الصراحه ديفنتلي. وكل البراندز، وده يعني ما فيش، كل واحد حلمه ان هو يشوف اسمه بره وان هو يكسباند بره،
بس حاليا المين فوكس بتاعنا هو مصر. مصر الحمد لله في بوتنشال عالي جدا في السوق، لسه في a lot of growth وفي a lot of room، والحمد لله احنا قدرنا ان احنا نخلق اسم كويس، فور فوكسنج ان احنا نقدر ننمي اسمنا دوت في السوق هنا هوت في مصر، وده الكورنت فوكس بتاعنا. بس طبعا on the bigger picture ان احنا نقدر نروح بره ونكسباند ونجرو واشوف اسمنا ناجح بره ان شاء الله. ان شاء الله. طيب aside فكره الاكسبانشن بره مصر، فكره كمان البرودكتس، لو هنتكلم برودكتس وايز، يس مش بتفكروا يبقى في حاجات اكتر سيفري؟ يعني اوريدي في ميني ساندويتشز. مظبوط. والله كنا عايز اقول لك احنا for the past 2 weeks عمالين we're developing المنيو ده كويس جدا، we're developing الحته دي زي ما انت قلتي ان في ده ماركت لوحده مرعب، فاحنا بنحاول نبنتريت ونحاول نخش في الحته دي، وبالذات through الكوميونيكيشن بتاعنا. احنا الكوميونيكيشن بتاعنا مينلي هو بيبقى ديجيتال، سوشيال ميديا بلاتفورم بتاعنا الحمد لله كويس جدا، وده اكتر طريقه بنكوميونيكيت عليها للناس وكده هوت، علشان يبقوا عارفين ايه الحاجات دي. بس currently we are focusing جامد قوي على ان احنا نديفلوب اكتر السيفري لاين بتاعنا ده فور شور يعني، فلازم بقى تجربوه ونسمع منكم فيدباك يعني. لا اكيد، ده اكيد. الحقيقه انا مبسوطه جدا انك معايا النهارده. نولا انا بعتبره من انجح البروجكتس اللي شفتها مؤخرا. ثانك يو جدا والله، ميرسي جدا. وزي ما بنتكلم فكره انت تبدا مشروع طبعا صعبه، بس مش دي اصعب حاجه. يعني اصعب حاجه consistency، انت تفضل موجود especially لما يكون في competition. احنا عندنا بالنسبه لنا الفود اند بيفرج بشكل عام في الايجيبشن ماركت لا يعني قوي جدا، واحنا شعب بيحب الاكل قوي وعنده ذوق قوي، ففكره انت تقدر تكمل دي مش سهله خالص. I agree with you 100%. دي اكتر حاجه كل حد بيبقى متخيل انا هفتح البيزنس بتاعي، هاخد بقى هشتغل وقت ما انا عايز، هاخد اجازاتي وبتاع. يعني دي اكتر يعني خدعه في الدنيا. يا ريتني بس ابقى موظف وخلاص، انت فاهمه، بتروحي من كذا لكذا بتاخد مرتبك اخر الشهر وخلاص. بس that's not the case خالص. ان هي دايما بقول هي emotional roller coaster، فوق وتحت وبتنزل وبتلف وكذا. ان انت في وش المدفع انت مسؤول عن كل حاجه، انت مسؤول عن كل الناس اللي تحتيك دول، وعايز او كلهم عايزين يكبروا، انت نفسك عايز تكبر. فان انت تفضل مكمل وان انت تبقى consistent وكده is very very hard. فدايما لازم تفضلي true للكور للفاليوز بتاعتك، you don't shift from it. بس مش معناها ان انت تفضلي stuck. وناس كتيره جدا بتتلخبط في الحته دي، ان هم they get stuck ومش راضي ان هو بيغير من جلده او يغير من لونه. بس برضه ممكن بتغيري ده، بس الدي ان اي بتاعك او الفاليوز بتاعتك لسه موجوده. ف staying consistent and staying true to your values is very important. وان انت دايما innovation is key. دايما لازم تتطوري، لازم دايما تشوفي ازاي انا ممكن اغير، ازاي I can develop. تسألي نفسك السؤال ده كل يوم، ازاي انا ممكن اجيب جمانة كل يوم عندي، او ازاي ان انا هاو ان انا زهقت من حاجة ازاي اشدها لحاجة تانية. ف you always have to keep on doing this homework every single day. طبعا انا يعني I second that، وحقيقي بشكرك، وتوصل كمان شكرنا لليلى. definitely اكيد طبعا. وحقيقي great job. ويعني انا مستنيه رمضان بقى، ومستنيه حاجات جديده، وانا هستناكم الجديده في نوفمبر ان شاء الله. ممكن نعمل مع بعض حاجه كده افرجكم وات وركينج اون، تبقى لذيذه جدا الصراحه. مبسوطه ان احنا بيبقى عندنا بروجكتس مصريه احنا اللي ابتديناها هنا وبتبقى موجوده. والحقيقه انه يمكن نولا تحديدا هو اثبت انه ممكن تبدا حاجه في وقت ما تكونش عندك قوي نو هاو ان انت هتعمل ايه، بس لا it grow bigger and bigger every day. فانا مبسوطه قوي انت كنت معانا النهارده، واحنا هنتقابل، انت قلت لي نتقابل في نوفمبر ان شاء الله. بالظبط كده، وهنشوف الموضوع ده. وانا مستنيه كمان نولا على فكره بعد ما نخلص تصوير. يعني ده مش هو خلاص مش هيسيبوه، ما ينفعش امشي من هنا من غير نولا يعني. بالظبط لا ثانك يو جدا for having me والله، ميرسي جدا. The pleasure's all ours. وان شاء الله هنتقابل تاني، واعتقد نولا في وقت قريب قوي مش هيكون بس في مصر، ان شاء الله في كل دول العالم ان شاء الله. يا رب. اوكي ثانك يو عادل، ثانك يو سو ماتش. ميرسي.